احساسك ايه يا ولاء وباباكي بيكبر؟ لا بصراحه اكتر حاجه بخاف منها لا الموت يفرقني. فرويد عالم النفس المشهور بيقول ان اكتر حاجه واهم حاجه مهمه تقدميها للطفل هو شعوره بحمايه الاب. ان انا ابقى في بيئه او عايش في مكان صحي، ده نوع من الحمايه. ان انا عايش في بيت عارف انه في اب موجود شكله عامل ازاي، وفي ام موجوده، وفي اخواتي وعلاقه، ومثلا ما تقولش لاخوك كذا مثلا عشان ما يتضايقش منك. يوم الجمعه وانا صغيره هو لازم يجي الصبح الساعه 10 لازم الفطار يكون محطوط، نقعد ونفطر ويقعد معانا لان طبعا طول الاسبوع في الشغل، فكان يوم الجمعه ده بالنسبه لي احلى يوم في الحياه. يهزر ويضحك، ومواعيد الفطار، مواعيد الغداء، مواعيد العشاء، عارفه اللي هي الروتينيات بتاعت يوم الجمعه دي. انا والدي محمد رفيق اتوفى وانا صغيره، بقاله 22 سنة متوفي، يمكن كان عندي 9 سنين. كفاية بس إن لما كان يعني بعد يوم شغل طويل مثلا يبقى شغال يرجع، مش زي الأبهات اللي بنسمع عنهم اليومين دول، عايزة أقعد مش عايزة أسمع نفس، لكن يدخل يصفر الصفارة نطلع نجري عليه زي القطط كده فيحضننا، وقبل ما ياخد شاور أو أي حاجة يبدأ بقى ياخدنا نقعد نحكي ستوريز على ما ماما تجهز الغدا عشان بعد كده نتغدى، وبعد كده يبدأ يقعد معانا يسمعنا عملنا ايه في ماما النهارده، تعبناها ولا ريحناها، طب عندنا طلبات ايه للمدرسة، في رحلة عايزينها ولا لا، ماما قالت لا على ايه، لكن هو هيقول او يقنع مامي بايه. فكان هو ده طول ما انا قاعده افضل احضن فيه كده. والله العظيم تقربي تتكلمي تقولي ده يعني انا تعبري. هو يقعد، يعني هو عنده كرسي كده بيقعد عليه وانا اقعد على الكنبه كده جنبه، وهاتك يا راغي انا وهو بقى. انت من الناس اللي بتعرف تعبر عن مشاعرها بشكل قريب وتحضن وتتكلم مع باباك ولا لا؟ لا طبعا. يعني انا بطبيعه الامر بحس انه في حاجات، او يمكن بمرور الوقت بدات احس انه دي الحاجات اللي مفروغ منها. انا عارف ان انت بتحبني وانا بحبك، وانت كمان يا ماما عارفه ان انا بحبك وانت بتحبيني، بس ما حسيتش في لحظه ان انا محتاجه اقول ده لفظيا. يعني انا ما بعرفش اعمل الموضوع ده عموما، يعني مش لاي تفاصيل من اي نوع. انا يعني دي حاجه ما بعرفش برضو اكلمه، يعني تبقى عيني في عينه، ولا ماما نفس الكلام. يعني دي حاجات ليها علاقه بتكوين انا، يعني مش عارف بقى هل ده عيب فيا ولا بتاع، بس هي ملهاش علاقه باي حاجه، لا ليها علاقه بمشاكل ولا بتاع. يعني حتى انا بعاني من الموضوع ده حتى هذه اللحظه. يعني بصي في البيت عندنا مثلا ما فيش الثقافه دي قوي، بس بنعملها بشكل كوميدي شويه. يعني ممكن مثلا يبقى ابويا نايم اقوم ناطط سوبر سوفليكس كده فوقه مثلا زي بتوع المصارعه، اقعد ازغزغه ومش عارف ايه، ده انا على طول بقعد انكشهم كده يعني. ابقى مستخبي له في حته واقوم طالع خض ويعني سرعه كده، استناه ورا باب الشقه مثلا، عارف انه بيفتح المفتاح وبيخ. ساعات كتيره كمان جزء من البوند او جزء من الارتباط، يعني ان على طول كمان بقعد اساله على امه. حتى هو مثلا لما يجي يصلح حاجه في البيت يقول لك ايه، امي الله يرحمها كانت تقعد تقول لي النشفه في ايدك خضره. فانا على طول اقول له ايه لما هو يجي يصلح حاجه، اقول له عصمه طولي لي على جدتي انا تقول له كده، عصمه طولي كانت بتقول لي النشفه في ايدك خضره. تفتكر مواقف بعينها بقى عمرك ما تنساها في علاقتك بوالدك؟ كان في السفر وانا طلبت منه لعبه فيل، عايزه فيل ايه يا حبيبتي، مالها العروسه مالها الدبدوب، فيل. والله العظيم اخر سفر عشان بيدور على فيل، وجاب لعبه فيل فعلا، بس ما طلبت فيل. ففكره هو انت بتفكر في ايه، او ماما يعني ايه تاخر سفرك عشان بتجيب لها لعبه هي طلبتها منك وانت مش لاقيها. يقول لها انا ما اجيب لها الدنيا، يعني ما دام هي طلبت هي مستنيه ده مني، تيجي تلاقيني اعمل لها ده. كنا زمان في مولد، كان زمان في زي البتاع اللي هي عماله تلف دي، الناس كانت وقتها الكلام ده مثلا 91 90 حاجه كده، الناس اللي بتبقى بتاعها كانت مربوطه بسلاسل كده وجنازير، وانا مثلا كنت 2 3 وبصرخ وادبدب في الارض وعايز اركبها، وبيقول لي ما ينفعش، الناس الكبيره اصلا بتركب وتصرخ. فقال لي لما زهق مني قال لي طب خلاص يلا تعالى نركبها لك، والناس بقت تقول عليه ده اب مجنون، بس هو عايز يوصل لي مسج انه لو قدها روح يعني دوس كمان، يعني قشطه يلا بينا. وركبت وبتاع، والناس عماله تصرخ حواليا وانا قاعد عامل كده عشان ما بينلوش، وقتها كنت خايف بس عشان ما بينلوش ان انا خدت قرار غلط. احنا كنا في بيت عيله وكان نفسنا ان احنا نستقر بحياتنا، يعني نعيش لوحدنا. فهو عمل لنا ده
دبر فلوس وعمل لنا ده، رغم ان احنا كنا مبسوطين في بيت العيله وفرحانين، بس كان نفسنا يبقى لينا يعني خصوصيه، مستقلين بحياتنا ومرتبطين جدا بعمامنا وولادهم، بس كان نفسنا نبقى لوحدنا. فهو دبر ده وقدر يحقق لنا ده، ودي حاجه مش سهله. في موقف عمري ما انساه لابويا، يعني مره كان بيكلمني في التليفون، قال لي انت فين؟ قلت له انا في غزه. فقال لي فين القهوه دي؟ قلت له لا انا في فلسطين يعني. فكنت رايح بمعونات وحاجات كده، فكنت رايح حاجات كتيره جدا اللي هي برضو يعني هي صعبه. يعني انا لو اب وابني بيعمل كده هيبقى عندي مشكله معاه. لما جرأة لحد الخوف عليه يعني. هو خايفين طبعا، وانا يعني صوتي من دماغي دايما وبعمل الحاجات دي، وهم برضو مش فاهمين طب انت بتدرس ده ليه وبتعمل ده ليه وحاجات بالشكل ده. لحد بقى ما ابتديت يعني اول ما لقيت ابتديت اشتغل في الصحافة شوية، وابتدوا يلاقوا صدى نوعا ما ان في مرتب بيجي، في ابتدى يظهر على التلفزيون شوية، بقى يجيب عربية، جاب شقة، فالواد كويس، فهو بيفكر كويس. الحاجات دي طبعا لو الواحد بقى يعني بينجح فيها او بيفشل فيها فنتيجة بقى تعاملاته هو يعني. في مثل بيقول يا مدادي في اهل بره تكسب ودهم، خليك مع اهل جوه واكسب ايه؟ انا اول مره اسمعه. حبهم واكسب قربهم اكسب اجرهم. اجرهم. حلو حلو، شفتي جميل ازاي؟ جيتي على الوجيع. بصي رجوعا للمثل، انا مش يعني بيختلف من سن للتاني. ممكن وانا اصغر من كده كنت ممكن تبقى خروجاتي كتير وبنزل كل يوم وبتاع، دلوقتي لا، قعدتي مع اهلي بفلوس. طبعا يعني ممكن ده يبقى من غير قصد جدا، ان انا ابقى بتعامل مع بره بشكل فيه شيء من الاهتمام اكتر من جوه. ولما ادركت ان انا بعمله من غير ما احس. يعني في حاجات كتير قوي كنت بلاحظ ان انا يمكن بره بركز فيها في تفاصيلها اكتر من ما بعمل ده جوه. لا انا عمري ما المثل ده يعني ما اعتقدش انه منطبق عليا تماما. يعني بالعكس، انا لو اهلي في البيت محتاجين حاجه ببديهم عن اي حاجه يعني. ما هو انا بابا معودنا طول عمره ان احنا اولويات حياته. على فكره دي حاجه صعبه جدا ان اب يعملها، والله العظيم بجد احنا اولويات حياته. ورغم ان احنا كنا صغيرين، ورغم ان هو كان في الشغل مالي عننا وبيجي السوبر ماركت بيتلاقي اكتر، بس كان دايما بيحسسنا ان احنا اولويات حياته. انا واخواتي الثلاثه صعب انك تلاقي الاب ده والله العظيم وحياة ربنا. لا، فهو قفل حياته علينا، واحنا يعني ايه بعد علاقاتنا بالناس بره احنا حابين احنا كمان نقفل حياتنا عليه. في كلمه معينه عمرك ما تنساها لباباك، كلمه قالها لك او كلمه دارجه بيقولها طول الوقت؟ يفعل الله ما يريد، دي على طول كلمته. وفي اخر اليوم هو مثلا قايم من القعده وخلاص داخل ينام، يعني يقول لي لنا في الحديث بقيه اذا كان لنا في العمر بقيه، وعلى طول باخدها منه انا دي. كان دايما يقول لي يعني ايه، قول يا ابني ربنا يقويني على الشقه. هي كلمه قد تبدو كليشيه شويه، ولكن هي للاسف هي حقيقه قوي، اللي هو انت لما تكبر هتعرف. الكلمه الشهيره اللي دايما يقولها ما تتفرقيش انت واخواتك طول عمره، ولما بنتخاصم بيخاصمنا، ما بيشوفش مين غلطان او مين مزعل مين من الاخوات، لا هو بيخاصمنا احنا الاثنين عشان زعلوا ترجعوا تكملوا عشان نرجع نكلم بعض. يعني هو كان عايش بمبدأ تسامح كده، التماس اعذار للبشر. بس ايه الصفه اللي انت شايفه كبسمه ان انت واخداها من تربيه باباك ليكي، مش بس من صفاته هو، من تربيته ليكي؟ انت طالعه عندك شبعانه، طالعه عندك عطاء مبالغ فيه، طالعه عندك جفاء نوعا ما، شكل تربيه طلع صفه معينه. هو علمنا ان احنا نكون كلين اند كلير. ازاي يبقى هنا لازم يبقى ده صافي، اللي احنا مش مرتاحين له ما نتعاملش معاه، ما نجبرش نفسنا على حاجه. طول ما احنا هنا مرتاحين احنا صح، طول ما احنا هنا يعني بعيدا بقى عن كمان احنا بندخل الدين في حياتنا وبندخل بتاع، بس احنا قلبنا لازم يكون ابيض، لازم يكون مرتاح. فده الكلين، يعني ده كلير بقى، يعني انت لازم تبقى شفاف كده وواضح وما يهمكش حد. في وقت من الاوقات لما جيت دخلت الجيش، انا لما دخلت الجيش كان تجربه مختلفه شويه. انا كنت في قوات حفظ السلام بره مصر، ولما قالوا لنا ان انتم مسافرين بره مصر في دوله فيها او في منطقه فيها حرب اهليه، فانا قلت انا هروح اموت والكلام ده كله. فكلمت في التليفون عشان يعني ابتزه عاطفيا، قلت له لو ما شفتليش واسطه انا هقطع شراييني. فقال لي وانا من العين دي قبل العين دي هجيب لك طقم مواس، اللي هو يعني ايه انت بتقول اي كلام. ولقيته يومها جاي وفعلا جايب لي طقم المواس وبيقول لي خد، مش كنت عايز اقطع شرايينك؟ قال لي الناس بتروح هناك بالواسطه، والناس بتروح هناك
انت حظك حلو ان انت اختاروك اصلا في المكان ده، فخد التجربه للاخر وشوف، ولو ما عجبتكش هنشوف. بس يعني ما فيش حاجه اسمها هنقطع شراييني، وما تعملش معايا كده عشان انا ما بستفزش عاطفيا. الاهتمام، يعني انت باختصار لو قررت ان انت يعني تعالي نحط الفرق ما بين الجواز وما بين الخلفه. الجواز ده حاجه، ده نيد انت محتاجها فعلا كشخص، انت محتاج تتجوز. هو بين انك محتاج تخلف، انت كونك محتاج تخلف دي حاجه تانية خالص، غير يعني لا عايز بس ابعد عن فكره ان احنا مش عشان اتجوزت يبقى لازم اخلف. فكر مع نفسك، يعني انا مش بنصح، بس هي الفكره كلها انت قد المسؤوليه دي، انت قد مسؤوليه انك يبقى في بني ادم في الحياه مسؤول منك، مفيش حد تاني ممكن يرجع له غيرك وياخد منك كل الحاجات، كل الحاجات، بمعنى كل الحاجات. مفيش نصايح كده اللي هو ايه احنا المفروض تعمل كذا وكذا. وانا كنت شايف ان يعني معرفش، بحس دايما من وانا عيل يعني ان التجارب هي اللي بتعلم. يعني انا كان قلبي جامد دايما اخش في حاجات كده مش بتاعتي، اللي هو انا مش هكمل في الازهر، يعني ماشي اعملوا اللي تعملوه، انا هشتغل قهوجي اعملوا اللي تعملوه، فاهم قصدي؟ اللي هو بسيب الدنيا كده، يعني انا هعمل ده. ليه الاب، ليه دايما علاقه الاب فيها خصوصيه؟ هقول لك ليه. الام دي طبيعه ان هي حامل فينا ووالدنا، ففي حاجه مربوطه بينا وبينها، هي غريزه. الام دي معروفه. الاب بقى بيحب ولاده بالعشره، هو لا خلف ولا في حاجه تربطنا بيه غير من اول ما احنا نزلنا على الارض، تمام؟ فدايما الام شايفه ان الاب ده اللي بيدلع، اللي بيجيب الحاجه الحلوه وهو طالع، اللي دايما العيال مستنياه، حتى الكبير مستنيه. فانت ابوكي بتحبيه بالعشره وهو دايما حنين حتى لو كانت مشاعره جافه. لكن الام بقى شايفه ان هو اللي هيبوظ، فلازم انا اللي ابقى شديده. هو ايه، خدوا اللي انتوا عاوزينه وجيبوه. هي لا طبعا مش هيعمل كده، ولا هعمل كده ولا هديهم. انت فاهمه؟ فدايما اللي بيقولك اللي بيخاف من بابا ده لا على فكره، بالعكس ده الخوف من ماما مش من بابا. لو معاك مايك كده وممكن توجه له رساله هو يسمعها وكل حبايبه وكل الناس، ممكن اقول له لا مش عارف، ما يعني صعبه. ما مش عارف يعني، بس هو يعني في حاجات كده اللي هو يعني انا بحس ان هو وجوده في الحياة بنفس التفاصيل، بالمشاكل اللي مرينا بيها سوا، بالحاجات ده كان مفيد جدا بالنسبة لي، وهو ده اللي خلى يعني حاجات كتيرة تتشكل بالشكل اللي انا وصلت فيه. لو هي حاجات ان انا يعني حتى لو في حاجات سلبية او ايجابية، فهو ده كان مفيد، لان هو ما كانش موجود كان في حاجات كتيرة ممكن تتغير. يعني ممكن اقول له ما يعيش نفسه في دور انه كل شويه يقول انا خلاص مروح، انا خلاص مروح، وانا ما حدش عارف هيروح امتى. انا مش هقول ان هو بيحبني لان ده شيء مفروغ منه، وانا بحبه جدا وده شيء برضه مفروغ منه، ولكن المساعده دي كانت حاجه اهم بكتير من انها تبقى ساعد في تكوينك، يعني ساعد في ان هو يكون منك الشخص ده. بالظبط. في ناس كتير ممكن تبقى بتحب، والحب في حد ذاته شيء لطيف. يعني انا لو حاسس لك ان انا بحبك وانت بتحبني ده شيء لطيف، ولكن لو في مساعده مع الحب، لو ان انا هساعدك مش بس هحبك، فده هياخدنا لحته تانية. مش كل موقف هتبقى موقف رومانسيه، في مواقف كتير جدا ممكن ما تبقاش رومانسيه ولكن هي فيها المساعده، وده كان اغلى كتير. ده وقت مناسب انك تقولي لابوكي قد ايه انت بتحبيه. انا بعشقه مش بحبه. والله العظيم بجد انا بعشقه. شكرا انك كنت بابي، وشكرا ان انا شايله اسمك والله. يعني لا الاب ده حاجه ربنا ما يحرم حد من ابوه حقيقي.